السلام عليكم متابعينا الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد. عندما ننظر إلى إفريقيا نجد أن القارة بأكملها لا تمتلك بنية تحتية كبيرة، وبالخصوص لا تتوفر على الأبراج الكبيرة، ولكن في السنوات الأخيرة ظهرت البلدان التي تتطور بسرعة. ومن بين هذه البلدان المملكة المغربية. في هذا الفيديو سنتعرف على أكبر 10 أبراج متوقع انتهائها في المملكة المغربية بحلول عام 2030. سنراها بالترتيب من الأصغر إلى الأكبر لنبدأ رحلتنا، ولكن أريد منك شيئاً واحداً. إذا كنت مغربياً المرجو دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة. في السنوات الأخيرة توجه المغرب نحو بناء المشاريع العملاقة التي تتضمن أحدث التكنولوجيا واستغلال كل الإمكانيات الهندسية والعلمية، وقد جعلت هذه الجهود المغرب واحداً من أكبر الرواد في إفريقيا من خلال إنشاء أبراج ومنشآت هندسية ضخمة، مما جعل المملكة وجهة هامة لكبريات الشركات والمصانع والعلامات التجارية العالمية. تم بناء بعض الأبراج العملاقة في المغرب بالفعل، وهناك أخرى التي لا تزال قيد الإنشاء. سنتعرف في هذا الفيديو على أطول 10 أبراج في المغرب، بعضها تم الانتهاء من بنائها حديثاً، وبعضها الآخر سيبدأ البناء فيه قريباً. في المرتبة العاشرة تم الانتهاء من إنشاء برج الوكالة الوطنية للموانئ الجديد، وهو برج يتألف من 25 طابقاً ويبلغ طول 101 متر في القطب المالي بقلب الدار البيضاء. كلف هذا المشروع مبلغاً إجمالي يقدر بحوالي 200 مليون درهم، ويأتي ضمن إطار التحول المؤسساتي وإعادة الهيكلة التي تخضع لها الوكالة الوطنية للموانئ التي تدير حوالي 37 ميناء في المغرب. وفي المرتبة التاسعة تم بناء برج البنك الشعبي الذي يتألف من 25 طابقاً ويبلغ طوله 105 أمتار على يد شركة جيش الرائدة في مجال الهندسة المستدامة. تم تصميم البرج ومقر البنك الشعبي المركزي من قبل مجموعة من أشهر المهندسين المعماريين في العالم، وتم تنفيذه وفقاً للمعايير الدولية في مجال البيئة والتنمية المستدامة. يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على بيئة العمل واستدامة من خلال استخدام منتجات ومواد بناء صديقة للبيئة، وتوفير نظام فعال لإدارة الطاقة والموارد. يحتوي البرج على مكاتب إدارية وقاعات اجتماعات، ويقع في قلب المركز المالي الدولي بوسط الدار البيضاء في المرتبة الثامنة. تتواصل الأعمال على نحو مكثف لإكمال بناء برج التجاري وفاء بنك في منطقة القطب المالي بمدينة الدار البيضاء. يظهر البرج في مراحل متقدمة من البناء، ويصل ارتفاعه إلى 114 متراً مكوناً من 25 طابقاً، مما يجعله أحد أطول الأبراج التي تم بناؤها في المدينة. يجرى حالياً تركيب زجاج النوافذ في البرج بأحدث التقنيات، ويهدف المشروع إلى الحصول على الشهادة الدولية للمستوى الممتاز للإسكان. وفي المرتبة السابعة تم تصميم برج القطب المالي من قبل المهندس المعماري توم ماين بعد فوزه في مسابقة دولية للهندسة المعمارية، ويعتبر البرج بارزاً في منطقة الدار البيضاء الجديدة. يتميز برج القطب المالي بأنه يمثل مركزاً للأناقة والأداء التقني والإيكولوجي، حيث يبلغ ارتفاعه 122 متراً، ويتميز بشكله المستقبلي. وتم تصميم الواجهة الزجاجية للبرج بشكل مبتكر لتدعيم التهوية وتقليل تأثير أشعة الشمس، مما يمكن من تنظيم درجة الحرارة. ويتكون البرج من 27 طابقاً. المرتبة السادسة يتم تنفيذ أعمال برج الجغاوي في مدينة طنجة، ويعتبر أكبر برج سكني وسياحي وتجاري في شمال المغرب، والهدف منه هو تطوير منصة شاملة للاستثمار في قطاعات الخدمات والإسكان والسياحة بجودة عالية. وتم البدء في المشروع في منطقة مالباط بطنجة، والتي تحتل موقعاً استراتيجي على ساحل البحر الأبيض المتوسط. ويضم البرج الذي يبلغ ارتفاعه 130 متراً و30 طابقاً سكنياً وسياحياً وتجارياً، بالإضافة إلى مركز تجاري ووحدات سكنية سياحية مع جميع وسائل الراحة والترفيه الضرورية. وفي المرتبة الخامسة يتميز برج المستشفى الجديد
ابن سينا في الرباط بتوفر علاجات الجيل الجديد بمعايير حديثة وعلاجات عالية الجودة للمواطنين، كما يتضمن التكنولوجيا المتطورة والمتكاملة. وسيكون المستشفى الجديد بمساحة تصل إلى 11 هكتاراً، أطول من أي مبنى في قارة إفريقيا، ويتألف من 32 طابقاً مع طابقين تحت الأرض. وبدأت أعمال بناء المشروع، وقد بلغت نسبة الإنجاز 50%، وتقدر التكلفة الإجمالية بحوالي 6 مليون درهم. في المرتبة الرابعة، برج أطلنطيك في مارينا الدار البيضاء، هو مشروع فندقي يبلغ ارتفاعه 150 متراً، وسيكون رابع أطول برج في المغرب. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في البرج هذا العام، وسيتكون من 35 طابقاً. يتميز البرج بإطلالته المباشرة على البحر. ومسجد الحسن الثاني في المرتبة الثالثة، تم بدء حفر أسس برج شيف تاور في المركز المالي بالدار البيضاء مؤخراً، وهو البرج الأعلى في المركز المالي. يتكون البرج من 37 طابقاً، وسيتم استخدامه للمكاتب والخدمات. وسيتم بناء البرج وفقاً لقوانين الحفاظ على البيئة، والشركة المشرفة على البرج هي شركة ميدان العقارية. في المرتبة الثانية، تم بناء فندق ماريوت في إطار مشروع مارينا كازابلانكا التابعة لسلسلة الفنادق الفاخرة لمجموعة GW ماريوت، وبدأت أعمال الإنشاء قبل عدة أشهر. وسيكون هذا البرج الملتوي مكوناً من 45 طابقاً على ارتفاع 170 متراً، وسيكون ثاني أطول برج في المملكة بعد برج محمد السادس في الرباط. وفي المرتبة الأولى، برج محمد السادس في الرباط على ضفة أبي رقراق، هو برج يطل بتصميمه الفريد على المدينتين الضاربتين في عمق التاريخ. ويعد هذا البرج مفخرة عمرانية أخرى تنضاف إلى إنجازات المغرب. وقد شيد برج محمد السادس في مدينة سلايف